بيبدأ فيلمنا براجل اسمه كوان وبيكون مستني بنته فان في عربيته وهي خارجة من المدرسة، وبيروحوا سوا علشان يشتروا فستان لحفلة تخرج فان. وبيكون كوان مبسوط إن بنته خلصت تعليمها وهتتخرج، وبتكون فان مستعجلة إن هي تشتري الفستان اللي عاجبها، لدرجة إن هي أول ما بيوصلوا ما بتستناش أبوها يركن العربية، وبتنزل بسرعة من العربية وتروح تدخل محل الفساتين. ووقتها بتخبط في شخص وهو بيركن الموتوسيكل بتاعه قدام المحل، وساعتها بتقع المفاتيح بتاعته لكنه بياخدها وبيمشي بسرعة من المكان. وبعدها كوان بيطمن إن بنته دخلت المحل وبيتحرك علشان يركن عربيته، ولكن ساعتها بيلاقي واحد جاي بسرعة علشان يركن بداله وبيخبطوا في بعض، فبينزلوا هما الاتنين من عربياتهم وبيتخانقوا مع بعض. ولكن فجأة بتنفجر قنبلة كانت موجودة في الموتوسيكل اللي قدام محل الفساتين، وبسبب الانفجار بيتدمر محل الفساتين وكل الأماكن اللي جنبه، وبيكون ضحايا الانفجار عددهم كبير. وبيتصاب كوان بسبب قوة الانفجار، ولكنه بيتحامل على نفسه وبيروح على المحل علشان يطمن على بنته. وبعدها بنشوف صحفي اسمه ايام واللي بتجيله مكالمة من شخص مجهول، وبيقول له ان جماعة الجيش الجمهوري الايرلندي فجروا قنبلة في البنك البريطاني الدولي، وده بسبب دعم البنك لاحتلال بريطانيا لايرلندا الشمالية. وعلشان يثبت له صحة كلامه بيقول له على الشفرة السرية اللي بيستخدموها اعضاء الجماعة، وبيعرفوا ان الانفجارات دي هتفضل مستمرة لحد ما يتم تحرير ايرلندا الشمالية. وبينهي المكالمة فبيجري ايام بسرعة وبيبلغ رئيس التحرير، واللي بيقول له ان كده اتفاقية السلام اللي بين بريطانيا وايرلندا رجعت للصفر تاني. وبيطلب رئيس التحرير من الصحفيين ان هم يتحروا عن الاشخاص اللي نفذوا العملية ويعرفوا هم مين. وبعدها بيروح ايان على مكان التفجير علشان يصور الحادث، ولكن بيتأثر لما بيشوف كوان واللي بيكون قاعد وسط الحطام، وبيكون حاضن جثة بنته ورافض ان هو يسيبها، وبيكون منهار ومصدوم ومش مصدق ان بنته الوحيدة ماتت. وفي الوقت ده بنشوف الشخص اللي قام بالتفجير وهو بيوصل لبيت وبيكون فيه 2 من زمايله، واول ما بيدخل بيسألهم كم واحد مات في التفجير، فبيعرفوا ان الاخبار بتقول ان في 12 واحد ماتوا و36 مصاب، وبيتفقوا ان هم لازم يستنوا في البيت وما يخرجوش منه لفترة، لان الشرطة اكيد بتدور على اي ايرلندي موجود في البلد وهيقبضوا عليه. وفي نفس الوقت ده في ايرلندا الشمالية بنشوف واحد اسمه ليام واللي بيكون ماسك منصب نائب الوزير في حكومة ايرلندا، وبيكون ليام مع عشيقته اللي اسمها ماجي وبايتين في فندق. وبيتفاجئ ساعتها ان جايله رسائل كتير بتعرفه بالتفجير، وساعتها بيجيله اتصال من مراته ماري علشان تطمن عليه لانه مرجعش البيت من الليلة اللي فاتت. فبيكذب عليها ليام وبيقول لها ان هو كان مشغول واضطر يبات في المكتب، وان هو ما قدرش يرجع البيت لانه عنده شغل كتير بسبب التفجير اللي حصل. وفي انجلترا بتوصل الشرطة لبيت كوان واللي وقتها بيكون واقف في أوضة بنته وبيتفرج على حاجتها وحزين جدا عليها، وبيدخل عليه محققين من الشرطة علشان يسلموا حاجة بنته اللي لقوها في مكان التفجير. فبيسألهم كوان إذا كانوا هيقدروا يقبضوا على المجرمين اللي قاموا بالتفجير، فبتأكد له المحققة إن ده هيحصل وأكيد هياخدوا جزاهم. وبنرجع لليام واللي بتجيله مكالمة من رئيسة وزراء بريطانيا اللي اسمها كاتي، وبتتكلم معاه عن التفجير اللي حصل بصفته ايرلندي، وبتطلب منه ان هو يعرف مين اللي ورا العملية الارهابية دي. فبيقول لها ليام ان هو هيتكلم مع كل احزاب المعارضة، وبيفكرها بالقائمة اللي فيها 40 شخص ايرلندي محبوس واللي بيكون من ضمنهم ابن عمه. وبيقول لها ليام ان هي لو قدرت تجيب لهم عفو ملكي فده هيكون مبادرة كويسة، لان هو محتاج لحاجة يتفاوض بيها مع احزاب المعارضة علشان يعرفوه من المسؤول عن التفجير. ولكن كاتي بتقول له ان ال40 شخص دول متهمين في جرائم قتل ومش من السهل العفو عنهم خصوصا في الوقت الحالي، لكنها بتوعده ان هي هتفكر في الموضوع. وبعدها بيجتمع ليام مع رؤساء احزاب المعارضة وبيكون عايز يعرف الجماعة اللي نفذت التفجير تبع اي حزب فيهم، وبيقول لهم ان اللي عملوا كده متطرفين وبيهدموا معاهدة السلام مع بريطانيا. وبيكون ليام متأكد ان اللي نفذوا عملية التفجير على تواصل بحد من رؤساء احزاب المعارضة، فبيقول لهم ان الحكومة البريطانية قدرت تحدد مادة التفجير، واتضح ان المادة دي من ضمن المواد الموجودة عندهم في مخازن الأسلحة. علشان كده بيطلب ليام جرد كامل لكل مخازن الأسلحة اللي بيمتلكها كل حزب، لأن أكيد هيلاقوا القنابل اللي تم استخدامها في التفجير ناقصة من مخزن حد فيهم. وبنروح لوحدة مكافحة الإرهاب في لندن وبنشوف محقق اسمه ريتشارد واللي بيشتغل مع زميلته وبيحاولوا يوصلوا لهوية المفجر، لكنهم بيكتشفوا إن هو كان سارق الموتوسيكل اللي هو كان راكبه، ده غير إن هو شكله مش باين في أي كاميرا لأنه كان لابس خوذة. وساعتها بتيجي مكالمة لريتشارد وبيعرف إن كوان طالب يشوفه،
وبيعرف ان هو بيجي كل يوم بقاله 5 ايام وبيفضل مستنيه علشان يقابله. فبيروح ريتشارد علشان يقابله، وساعتها كوين بيسأله لو وصلوا المجرمين او الجماعة اللي هم بيشتغلوا لحسابهم. فبيقول له ريتشارد ان هم لسه ما وصلوش لحاجة وان الموضوع هياخد شوية وقت. فبيديله كوين 20,000 جنيه استرليني وبيقول له ان هي دي كل الفلوس اللي بيمتلكها، وبيعرفه ان هو عايز يحطهم مكافأة للي يبلغ عن اسم اي حد من المجرمين. فبيقول له ريتشارد ان هم ما بيشتغلوش بالطريقة دي وان هو لازم يصبر شوية لان الموضوع هياخد شوية وقت. فبيقول له كوين ان بنته اللي ماتت كانت هي كل عيلته، ومن بعد ما ماتت هو ما بقاش ليه اي حد، وان هو كان عنده بنتين تاني واتخطفوا اثناء هجرته لبريطانيا، ومراته ماتت وهي بتولد بنته اللي ماتت في التفجير. فبيتعاطف مع ريتشارد ولكنه بيطلب منه ان هو يمشي وما يجيش تاني، وبيوعده ان هو لما يوصل لاي معلومة هيبلغه بيها. وبتمر 3 اسابيع والتحقيقات بتكون لسه شغالة لكن مفيش اي اخبار او معلومات عن المجرمين. وساعتها كوين بيشوف ليام في لقاء تلفزيوني والمذيع بيسأله عن جماعة الجيش الايرلندي اللي نفذوا التفجير، خصوصا ان هو كان فرد من الجماعة دي زمان. فبيدافع ليام عن الجماعة دي وبيقول ان اللي نفذوا التفجير مش منهم، وبيأكد ليام على احترام ايرلندا لمعاهدة السلام. ووقتها كوين بيتصل بليام وبيسأله عن الناس اللي قتلوا بنته، لكن ليام بينكر ان هو يعرف اي حد فيهم. فبيقول له كوين ان هو بيكذب علشان هو متأكد ان هو يقدر يعرف من اللي قام بالتفجير، وده لان هو كان عضو سابق في جماعة الجيش الايرلندي. وبيطلب منه ان هو يديله اسم اي حد يقدر يعرف منه مين هم المجرمين دول. فبيقول له ليام ان هو انفصل عن الجماعة دي تماما وان ما بقاش في اي تواصل بينهم، وبعدها بينهي المكالمة. وبعدها كوين بياخد عربيته ويروح يشتري معدات كتير وبيلزق بانر على عربيته علشان يبان ان هو بيشتغل في تنسيق الحدائق، وبيظهر ان كوين ناوي ينتقم لبنته بنفسه. وساعتها بيتحرك على ايرلندا الشمالية وبيروح يأجر أوضة في فندق، وبعدها بيروح مكتب ليام علشان يقابله. لكن أفراد الأمن بيشكوا فيه لما بيشوفوا شايل في إيده شنطة بلاستيك، ولما بيفتشوها بيلاقوا فيها طلبات عادية من السوبر ماركت. ساعتها بيمسكوه علشان يطردوه من المكتب، ولكن ليام بيخرج من مكتبه على صوتهم وبيوافق ان هو يقابله. ووقتها ليام بيقول لكوين ان هو متفهم غضبه بسبب موت بنته، ولكن هو مفيش في ايده حاجة يساعده بيها. فبيرد عليه كوين بكل هدوء وبيقول له ان هو هيغير رأيه قريب جدا وبيسيبه وبيمشي. ولما بيخرج من مكتب ليام بياخد حاجته وبيروح على الحمام، وهناك بيطلع الحاجة اللي معاه وبيكون واضح ان هي مواد معينة لما بتختلط مع بعض بتعمل انفجار. وبيعلق كوين الازاز اللي فيها المواد دي بطريقة معينة وبيثبت عليها سجارة بعد ما بيولعها وبيخرج بره المكان. وبعد لحظات السيجارة بتوصل للحبل والازاز بتوع على الارض وبيحصل انفجار كبير في المكان. وبعد الانفجار بيتصل كوين بليام اللي بيكون متعصب جدا وبيزعق له، ولكن كوين بيتجاهل كلامه وبيسأله عن اسماء المجرمين. فبيقول له ليام ان هو مش هيسيبه وهيقبض عليه، لكنه بيتفاجئ ان كوين انهى المكالمة. فبيأمر ليام رجالته ان هم يدوروا على كوين ويقبضوا عليه. وبعدها بيتصل ليام بابن اخوه اللي اسمه شون، وساعتها كان هو موجود في امريكا وبيطلب منه يرجع علشان يساعده في التخلص من كوين. وساعتها رجالة ليام بيكتشفوا ان في سلك متوصل بتانك بنزين عربية ليام، فبيترعبوا وبيفتكروها قنبلة، لكنهم بيكتشفوا ان هي خدعة. وبيلاقوا ورقة من كوين مكتوب فيها كلمة الاسماء. فبيرجع واحد منهم عند ليام وبيعرفوا باللي حصل. وساعتها بيفهم ليام ان كوين مصمم ان هو يوصل لاسم اي حد من اللي نفذوا التفجير. وبعدها بيقدروا رجالة ليام ان هم يوصلوا للفندق اللي كوين نازل فيه. وساعتها كوين بيحس بيهم وهم طالعين على السلم، فبيقفل باب الأوضة وبيحط كرسي قدام الباب وبيروح علشان ينط من الشباك ويهرب، لكنه بيكتشف ان رجالة ليام محاصرين المكان بالكامل. فبيهرب من شباك صغير للسطح، لكن رجالة ليام بيكونوا وراه وبيطاردوه. فبيقاومهم كوين وبيدافع عن نفسه وبيقدر ان هو يضربهم ويتغلب عليهم ويهرب منهم. ولما بيرجعوا عند ليام بيعنفهم علشان ما قدروش يقبضوا على راجل عجوز، فبيعرفوه ان هو بيمتلك مهارات قتالية عالية. وساعتها بيوصل شون وبياخد ليام على مكتبه علشان يتكلموا لوحدهم، وبيطلب ليام من شون ان هو يسافر لندن علشان يتكلم مع المحقق ريتشارد ويأكد عليه ان اسمه ما يجيش في التحقيقات. وتاني يوم بيروح ليام يقابل عشيقته ماجي في المطعم، لكنه بيتصدم لما بتجيله رسالة فيها صورته مع ماجي لما كان بيبوسها من شوية، وبيكون مع الصورة رسالة فيها جملة عايز الأسماء. فبيفهم ليام ان كوان بيراقبه وهو اللي بيهدده. وفي نفس الوقت ده شون بيكون بيقابل ريتشارد وبيبلغه برسالة ليام وبيقول له ان جماعة الجيش الايرلندي ملهاش علاقة بالتفجير اللي حصل،
وإن اللي عمل كده حد من أحزاب المعارضة، ولكن ليام لسه معرفوش. وبيعرفوا إن ليام عمل خطة علشان يقدر يعرفه، والخطة إن هو هيغير الشفرة اللي بيتواصل بيها مع أفراد أحزاب المعارضة، وهيتم توزيع شفرة لكل حزب مختلفة عن التاني. ولو حصل أي هجوم تاني والمنفذين أعلنوا على الشفرة، ساعتها هيعرف ليام من الحزب المسؤول عن الهجوم. فبيوافق ريتشارد على كلام شون، ولكن بشرط إن أول ما ليام يعرف من المتورط يبلغه هو الأول علشان هو اللي هيقبض عليه بنفسه. فبيوافق شون على شرط ريتشارد وبيرجع علشان يبلغ ليام باللي حصل. وبيكون ليام نقل في بيته اللي في المزرعة بتاعته علشان يكون في أمان أكتر من بيته اللي في المدينة، لأنه خايف إن كوان يوصل له ويأذيه. وساعتها بنعرف إن كوان بيكون مراقب كل تحركات ليام، وبيروح وراه على المزرعة وبيخبي عربيته في الغابة بفروع الشجر، وبيمحي أي أثر لعجلة العربية على الطريق. وبالليل بيتسلل كوان للمزرعة وبيدخل جوه مخزن في المكان وبيزرع قنبلة فيه، لكن واحد من الحراس بيحس بوجوده وبيروح يدور عليه، فبيهجم كوان عليه وبيفقده وبيجي حارس تاني وبيتفاجئ بزميله وهو واقع على الارض، ولكن فجأة بيجي كوان وبيهجم عليه هو كمان وبيفقد الوعي، وبعدها بيكتفهم وبيحبسهم في المخزن. وبعد شوية وقت بتنفجر القنبلة اللي كوان زرعها، وبيخرج ليام ورجالته وهم مرعوبين من البيت وبيحاولوا يسيطروا على الحريق قبل ما يكبر. ووقتها بيطلب ليام من كيم المساعد بتاعه ان هو يستدعي حراس اكتر، لان هو استهان بقوة الراجل العجوز وده غلط. وتاني يوم بيسمع ليام ورجالته صوت انفجار تاني قريب من البيت، فبيروحوا على مكان الانفجار وبيلاقوا عربية مقلوبة بسبب انفجار قنبلة كانت مدفونة في الأرض. وبيعرف ليام من كيم إن القنبلة تم تفجيرها بجهاز عن بعد، وده معناه إن كوان مستخبي في الغابة اللي جنب المزرعة. فبيتحركوا بعربياتهم بسرعة علشان يدوروا عليه، ولكن كوان بيكون عامل لهم فخاخ في كل مكان وبيبدأ يتخلص منهم واحد ورا التاني، لكن كيم بيشوفه وبيضرب عليه النار وبيقدر يصيبه في كتفه، ولكن كوان بيهرب منه وبيستخبى ورا شجرة بعيدة عن المكان. وبيرجع كيم وبيبلغ ليام إن هم محتاجين شخص بارع في تعقب القصر، فبيقول له ليام إن شون ابن أخوه يقدر يعمل كده، ولكن اللي ما يعرفوش ليام إن شون بيخونه مع مراته ماري. وبيتصل ليام بشون وبيقول له إن هو محتاج مساعدته في القبض على كوان. ولما بيعرف شون اللي حصل بيقول ليام إن الشخص ده أكيد مدرب على أعلى مستوى، وبيعرفه إن هو هيكون عنده تاني يوم. وفي الوقت ده بنشوف كوان في الغابة وهو بيعالج كتفه وبيتألم جدا وهو بيكوي جرحه بالنار لدرجة إن هو بيغمى عليه، وبيفتكر ساعتها وقت اختطاف بناته، وده بعد ما القراصنة خطفوهم أثناء ما هجموا على مركب الهجرة غير الشرعية. وبنرجع لليام اللي بيحاول إن هو يعرف معلومات عن كوان، وبيكتشف إن هو ليه ملف من ضمن الملفات العسكرية السرية، وبيعرف إن هو كان جندي من جنود القوات الخاصة في الجيش، وكان معروف إن هو من أقوى المقاتلين. وبعدها بيجي واحد من رؤساء الأحزاب اسمه مارك وبيزور ليام في بيته، وبيكون ليام عارف إن الجرد اللي حصل في مخازن الأحزاب أثبت إن المتفجرات كانت من عند مارك. وبنتفاجئ ساعتها إن ليام كان عارف بالتفجير قبل ما يحصل وكمان كان موافق عليه، ولكنه بيزعق لمارك لأن الاتفاق كان على تفجير المنشآت المالية، والمفروض إن ده كان يحصل بدون وقوع أي ضحايا من البشر. فبيقول له مارك إن هو مش عارف مين اللي نفذ الهجوم ده ولا يعرف إزاي أصلا سرقوا المتفجرات من المخزن بتاعه، وبيطلب من ليام إن هو يداري على الموضوع علشان هتحصل مشاكل كبيرة. وبيعرفه إن هو يروح يقعد في مزرعته لحد ما يفكر ويرد عليه. وبالليل بيدخل ليام مكتبه وبيتفاجئ بكوان قدامه رافع عليه السلاح، وبيقول له كوان إن هو لابس حزام ناسف، وبيطلب منه يقول له على أسماء المجرمين اللي نفذوا التفجير. فبيعرفوا ليام وقتها إن هو عمل خط وغير شفرة التواصل بين أحزاب المعارضة، وبعد ما يحصل أي تفجير تاني هيعرف مين المسؤول عن التفجيرات اللي بتحصل. فبيقول له كوان إن هو قدامه يوم واحد بس وهيرجع له تاني. وتاني يوم بيكون ريتشارد بيواصل تحقيقاته عن التفجير، وبيكون وصل لصورة بيتبان فيها ايد الشخص اللي قام بالعملية، وساعتها بيلاقوا علامة مميزة على ايده. وبيعرف ريتشارد من زميلته إن هو مش هيعدي وقت كبير وهيوصلوا لهوية الشخص ده. وبعدها بنشوف ماجي عشقة ليام نازلة من أتوبيس في لندن وبتروح تركب موتوسيكل ورا شخص من اللي بينفذوا التفجيرات، وبنعرف وقتها إن ماجي بتشتغل معاهم. ساعتها بنشوف الأتوبيس اللي كانت راكبة ماجي وهو بينفجر، وبنكتشف ساعتها إن ماجي زرعت فيه قنبلة قبل ما تنزل. وفي نفس الوقت ده بيتصل ريتشارد بليام وبيقول له إن اللي فجروا الأتوبيس ما أعلنوش عن أي شفرة زي المرة اللي فاتت،
وبيكون ريتشارد شكك ان ليام بيخدعه، فبيقول له ليام ان كده في حد بلغ المجرمين بموضوع الشفرة، وبيعرفه ان محدش غيره هو وشون اللي يعرفوا الموضوع ده. فبيطلب منه ريتشارد ان هو يبلغه باسامي المجرمين دول في اسرع وقت، والا هيلاقي منه رد فعل مش هيعجبه وبينهي معاه المكالمه. وساعتها ليام بيلاقي كاتب تتصل بيه وبتقول له ان مجلس الوزراء عمل اجتماع واصدروا قرار بنشر القوات في شوارع ايرلندا الشماليه في خلال 48 ساعه الا لو قدر يسلمهم المتورطين في التفجيرات اللي حصلت. فبيقول لها ليام ان هو مش هيقدر يوصل لهم في المده دي، ده غير ان نشر القوات هيخلي شعب ايرلندا الشماليه يعمل مظاهرات، وبكده هم هيعملوا اللي المجرمين عايزينه بالظبط. فبتقول له كاتي ان الموضوع خرج من ايدها وبتنهي المكالمه. وبعدها بيدخل عليه واحد من رجالته وبيقول له ان اليوم اللي فات شاف شون وهو بيدخل بيته وقعد مع ماري مراته ساعتين لوحدهم، وبعدها ماري خرجت من البيت وراحت قابلت مارك رئيس حزب المعارضه. وقتها ليام بيفهم ان ماري مش بس بتخونه مع شون، ولكن هي كمان ليها علاقه بمارك واكيد ليها يد في التفجيرات اللي حصلت. وبنروح لريتشارد اللي بيكون وصل لهويه الشخص اللي فجر البنك واللي بيكون اسمه باتريك، وبيشوف ريتشارد وقتها فيديو الباتريك، وبيكون بيقابل مارك رئيس حزب المعارضه في الحانه. فبيتصل ريتشارد بليام وبيبلغه بالمعلومات دي، وكمان بيعرفه ان هو حاليا متراقب لان هو هيتقبض عليه، وده لان هو صديق لمارك رئيس الحزب المسؤول عن التفجيرات. وبيعرفه ان هو شايف عربيه مارك وهي بتقرب دلوقتي من المزرعه عنده، وبيطلب منه ان هو يخلي مارك يعترف باسماء واماكن منفذين التفجيرات، وساعتها هيعتبر ان هو ساعده ومش هيجيب سيرته في التحقيقات. وبعد ما بينهي المكالمه بيروح ليام يستقبل مارك، واول ما بيشوفه بيهجم عليه وبيهدده بالقتل، وبيجبره ان هو يعترف باسماء اللي نفذوا التفجيرات واماكنهم. وبينصدم ليام لما بيلاقي اسم ماجي من ضمن منفذين التفجيرات، وبيفهم وقتها ان مارك كان مخليها تقرب منه علشان تبلغه كل حاجه عنه. وساعتها بيقرر ان هو يقتل مارك علشان ما يعترفش عليه، وبعدها بيبلغ ريتشارد باسماء منفذين التفجيرات وكمان عنوان سكنهم في لندن. وبيتصل بشون اللي وقتها بيكون بيطارد كوان في الغابه، وبيقول له ان هو هيبعت له اسماء اللي قتلوا بنت كوان علشان لو كوان هزموا يسلموا القايمه دي ويحافظ على حياته. فعلا ما بيقدرش شون يهزم كوان لان كوان بيكون اذكى منه وبيقدر يسيطر عليه، وبيكون كوان قادر يقتل شون لكن مش بيعمل كده. وساعتها بيربطه وبيقعد قدامه وبيساله عن اسماء اللي نفذوا التفجيرات، وبيتفاجئ كوان لما بيعرف ان شون معاه اسمائهم وكمان عنوان سكنهم اللي هم موجودين فيه. فساعتها بيفكه وبيسمح له يمشي. ولما بيرجع شون عند ليام بيقول له ان هو كان مراقب ماري وعرف كل اللي حصل بينهم، وبيساله لو ماري عرفت منه موضوع الشفر. فبيعترف لشون بان هو حكى لها على كل حاجه، وده لما عرف منها ان هي بتكره ليام بسبب ان هو ما جابلهاش حق اخوها اللي اتقتل على ايد شرطه انجلترا. فبيقول له ليام ان ماري استغلته علشان تعرف منه معلومات مش اكتر، لان هي راحت بلغت مارك بموضوع تغيير الشفره علشان ما يعلنوش عن الشفره بعد التفجير ويتقبض عليهم. وبيكون ليام متضايق جدا من شون وبيقول له ان هو عايزه في مهمه اخيره، وبعدها مش عايز يشوف وشه تاني. وتاني يوم بتكون الشرطه محاصره بيت منفذين التفجيرات وبيكونوا منتظرين الامر بالهجوم على المكان. وساعتها بيظهر كوان وهو منتحل هيئه موظف في شركه الغاز، وبيخلي صاحبه البيت توصله لشقه منفذين التفجير، وده بعد ما فهمها ان هو عايز يتاكد بعدم وجود تسريب في الغاز. واول ما بيدخل كوان الشقه بيقابلوا باتريك هو وزمايله، وساعتها بيفتشوا شنطته لان هما بيكونوا شاكين فيه، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا سلاح موجود في الشنطه وبيكونوا عايزين يقتلوه، ولكن كوان بيقاتلهم بمهاره عاليه وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وفي نفس اللحظه بتقتحم قوات الشرطه الشقه، فبيختفي كوان من المكان بسرعه من غير ما حد يشوفه. وساعتها بنعرف ان قوات الشرطه عندهم معلومات من ليام بان في قنبله ثالثه هتنفجر، فبيعذبوا ماجي لحد ما بتعترف ان القنبله موجوده في لابتوب صحفي اسمه ايان، وبتقول لهم ان هي اتعرفت عليه وزرعت القنبله في اللابتوب من غير ما هو يعرف. واصطدم ان ايان في الوقت ده بيكون مسافر لروما، وبتكون معاه الطياره اللي هو مسافر عليها رئيسة وزراء بريطانيا، ولكن قوات الشرطه بتقدر توصل لايان قبل ما يركب الطياره بلحظات، وبياخدوا اللابتوب بتاعه وبيفجروه في مكان بعيد عن الطياره. وبعدها افراد الشرطه بيخلصوا على ماجي، وبنروح لشون وبنعرف ان ليام كلفه بقتل مراته ماري، وده علشان يخفي اي دليل على تورطه في التفجيرات اللي حصلت. في الوقت ده بيكون كوان بيتسلل لبيت ليام وبيقول له ان البنت اللي كانت معاه في الكافيه كانت من المجرمين اللي هو شافهم في الشقه، وده معناه ان هو ليه يد في كل اللي حصل. فبيحلف ليام وبيقول له ان هو ما كانش يعرف ان في حد هيتأذي، ولكن كوان بيتجاهل كلامه وبيجبره ان هو ينشر صوره مع ماجي على الانترنت، وبيقول له كوان ان العالم كله هيعرف ان هو ارهابي.
وبعدها بيسيبه وبيمشي. فآخر حاجة بنشوفها إن كوان بيرجع لحياته القديمة بعد ما خد حق بنته وانتقم لها، وبيخلص الفيلم.